لو قلتلك إن في بيت الناس بتخاف تمشي حتى قدامه، وإن في سر جواه لو اتفتح محدش بيرجع زي ما كان، وإن اللي هقولهولك دلوقتي عمره ما اتقال لحد، يمكن ما تصدقش، بس أنا كنت هناك. وداخل البيت ده حصل لي حاجة عمري ما هنساها. الطريق للبيت كان غريب، كل ما قرب المشي يبقى تقيل، الدنيا تسكت فجأة، الحيوانات تختفي، ولا صوت طير ولا حتى نباح كلب. الناس في القرية قالت لي ما تروحيش، البيت ملعون، بس الفضول ورا الشمس بيولع. وأخيراً وصلت، والأول مرة حسيت بالرهبة الحقيقية. أرض فاضية واسعة، والبيت واقف لوحده كأنه بيبص عليا. قربت من الباب، كان مفتوح شوية صغيرين، ولما لمسته اتفتح لوحده ببطء. الصوت بتاعه كان زي صرخة حد بيتعذب. أول خطوة جوه، الهوا بقى أبرد كأننا دخلنا سرداب، ريحة رطوبة وخشب مبلول، وكأن في حاجة غريبة، كأن البيت بيتنفس. مفيش دقيقة وابتدت الأصوات، صوت حاجة بتتحرك فوق، وصوت خطوات، وبعدين حاجة تقع. وقفت أسمع، بس اللي خوفني إن الخطوات بقت تيجي ورايا، كل مرة أقف يقف، كل مرة أتحرك يتحرك. أنا ماشية في الطرقة الضلمة، سمعت صوت ست كبيرة وكأنها جاية من آخر الدنيا، بس كل كلمة كانت واضحة: هند، يا هند، ارجعي، المكان مش آمن، أنا مش هند. ومع ذلك الصوت كان عارف أنا واقفة فين. لقيت المفتاح على الأرض، قديم ومحروق، الفتحة بتاعته مش مظبوطة، كأنها اتلوت بحد سخن، وعليه حرف اتش محفور بس مش عادي. كان الحرف محاط بعلامة دايرة، علامة شبه اللي كانوا بيستخدموها في الطلاسم القديمة. لما مسكته حسيت كهرباء خفيفة في صوابعي، وبصراحة كان في صوت نفس بيقرب. السلم كان ضلمة، الخشب متآكل، بس كنت سامعة صوت خطوات عليه، حد طالع وحد تاني نازل. وكل ما ارفع رجلي أحس بإيد باردة بتسحب الهوا من تحت رجلي. ولما طلعت نص السلم سمعت كلمة: ارجعي قبل ما يشوفك. مين اللي هيشوفني؟ محدش رد. وصلت فوق ولقيت باب واحد بس مقفول، بس بيتهز كأن حد جوه بيخبط. المقبض كان بيتلج، حرفياً تلج. فتحت الباب وبعدين شفتها، ست كبيرة، جسمها ضعيف، لبسها قديم من زمن مش زمننا، وشها مش باين، كأن الضلمة مغطياه، بس عينيها بيلمعوا بلون غريب، رمادي على أسود. كانت واقفة قدام مراية كبيرة وبتبص لنفسها، ولما دخلت بس صوتها اتسمع: رجعي المفتاح قبل ما يعرف. سألتها: مين؟ المراية اللي وراها كانت بتتحرك لوحدها، مش انعكاس، لأ، كأن جوه المراية في أوضة تانية، والأوضة دي فيها حد بيبص ناحيتي. حسيت بإيد بتتسحب ظهري، رجعت خطوة لورا، ولما بصيت ما كانش في حاجة، بس الإيد كانت لسه بتلمس ظهري. قلت لازم أمشي، قلبي بيدق بسرعة. رجعت المفتاح مكانه، وفجأة البيت كله اتغير. الضلمة بقت أعمق، الأصوات أقرب، وكلمة واحدة اتكررت ورايا: امشي، امشي، امشي. نزلت أجري، بس الطرقة بقت أطول، كنت حاسة إني بجري في ممر ملوش نهاية.
والحيطان بتتقفل ببطء من الجانبين كأن البيت بيبلعني. شفت باب في آخر الممر، جريت عليه بأقصى سرعة، وأول ما مسكت المقبض الباب اتفتح لوحده. بره نفس المكان اللي دخلته، بس في حاجة كانت واقفة ورايا، سمعتها بتتنفس فوق ودني، وقبل ما ألف الباب اتقفل بشدة. خرجت أجري، بس اللي خوفني إن المفتاح اختفى من إيدي. ولما بصيت للبيت الشبابيك كلها كانت منورة، وباب الأوضة اللي فوق مفتوح، وشفت الست واقفة وبتبص عليا. من يومها كل ليلة الساعة 3 و8 بسمع حد بيخبط على الشباك وبصوت واضح: تعالي، المفتاح لسه مستنيكي. وأنا مش عارفة لحد دلوقتي لو المفروض أرجع ولا المفروض أهرب أكتر.